انا هلبس حاجه النهارده مش هتعجبكم في الاول. هو فستان بس هو شكل الجلابيه اللي الرجاله بتقعد بيها في البيت، بس هو براند نسائي واهم حاجه فيها جيب. وهلبس عليه البادي ده، بس هو بادي عادي، هو الكم بس اللي فيه شغل. وهلبس تحت الفستان المكمل الحجاب اللي انا كنت عاملاه بايدي. انا جيت، وقبل ما نخش في تفاصيل الطقم انا كنت بشوف هلبس الكوتش الابيض ولا البوت. بس انا متعوره جامد والكوتش زانق على التعويره، فحتى لو كوتش عجبكم انا مش هينفع انزل بيه، عشان اقسم بالله انا حاسه باحساس انا التعويره وجعاني جامد. فانا حاسه بكميه وجع لا تعقل. معلش. يا رجلي، يا رجلي. مع اني غسلاه وهو زي الفل، بس رحت اهم حاجه. انا جيت، ده كده تاني مره انا صورت الفيديو قبل ما انزل، واكتشفت ان انا نص وشي طاير، فانا صورت الفيديو بعد ما رجعت من الشارع. وعايزه اقول لكم ان البوت الحمد لله كان اختيار موفق، عشان الحمد لله ما حسيتش بالتعويره. المهم بقى ان انا كنت عايزه اقول لكم ان الطقم ده بالنسبه لي هو يمثل الطقم المريح، واحسن حاجه في الطقم ده ان هو بجيوب. تعرفوا ان انا كنت شاريه الجلابيه دي من بلد بورسعيد قبل ما تتهد. اتكلم بقى انا لابسه عليه ايه. لبست تحتيه البادي اللي هو بالكمام ده، كنت حاسه لو كان بادي ساده ما كانش هيبقى حلو قوي، انا بحب الافوره ساعات. ولبست عليها مكمل الحجاب ده، ومحدش يسالني انا جايباه منين، عشان انا اللي عاملاه بايدي. انا عاملاه بايدي، كنت عامله فيديو، ارجعوا للفيديو. وحسيت ان الطقم غامق كحلي في اسود، فلبست طرحه ملونه دي، وحاسه ان اللفه دي لايقه عليها. ولبست العقد ده، بحبه قوي. العقد النحاس ده انا بحبه قوي، وهو معمول من العاج الطبيعي. تمام. ولبست الخواتم النحاس دي عشان يليق على العقد ويليق على الطقم. كان طقم النهارده، وما تنسيش تعملي لي لايك وفولو عشان انت هتنسي من حلاوه الطقم. انا بفكرك اهو. باي باي.